فيديو ليك اختي، بغيتي تشري شي حاجه ديال الذهب اللي تخبعي فيها الفلوس ديالك وما عرفتيش شنو تشري، واش تشري سرتله اولا تشري شي دبليج يكون صحيح اولا اللويز. اليوم جبت لكم احسن طريقه اللي تقدروا تخبعوا فيها الفلوس، وهذاك الشيء اللي غتاخذوه غادي يتزاد لكم مع المده، ونفس الوقت تزينوا به ونفس الوقت خزينه. وشحال ما ديك الحاجه بقات عندكم ديال الذهب مخبينها، راه مع المده كتزاد بزاف، وخصوصا دابا راه الذهب راه ما غاديش يهبط نهائيا، ما حدو كيطلع. اليوم جبت لكم احسن حاجه تقدروا تخبوا فيها الفلوس ديالكم وما يكونش فيها الحجر. انا كنقول لكم الحاجه اللي فيها الحجر بعدوا منها، وحتى الحاجه اللي موديل شي حاجه ديال يعني كتشريوها موديل بعدوا منها. راه كاين محسن من البلدي، والبلدي الحر راه كيتزاد، وشحال ما بقى عندك ملي كتبغيه ملي كتبيعيه كيضوب لك هذاك الثمن باش شريتيه. وخليك اختي معايا في هذا الفيديو حتى الاخر باش تعرفي فين تخلي فلوسك وفين تخبعي فلوسك. وهذا الفيديو ليك حبيبه ديالي. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، الامور ديالكم تكون هانيه. مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتي وقناتكم، قناه الاستفاده من الذهب، استفاده معلومات كيفاش تشري الذهب وتشري اي حاجه بغيتيها وما تكونش مغشوشه ويكون ذهب حقيقي. اليوم غنوريكم كيفاش تشريو الذهب وكيفاش تخبعوا فلوسكم في الذهب، وش من انواع ديال الذهب اللي تقدروا تخبعوا فيه الفلوس ديالكم ونفس الوقت يتزاد لكم في الثمن مع المده. وبالنسبه للذهب راه الذهب ما غاديش ينقص نهائيا، الذهب غادي يتزاد، وخا نقص شي 50 درهم ولا ينقص شي 20 درهم، ولكن راه مع المده الذهب غادي يطلع. شحال ما بقى ديال الوقت الذهب غادي يطلع، غادي يوصل 1000 درهم، ومع السنين غادي يتزاد اكثر من 1000 درهم. وعقلوا فين قلتها لكم وقولوا فلانه هذيك القناه ديال السيده راها قالتها. المهم اخوتي، كيف ما قلت لكم بزاف ديال الناس وكيجوني في التعاليق وشحال من حاجه، بحال واحد السيده البارح قالت لكم مشات تبيع واحد السلسله ومي مشات عند شي 4 ديال الذهبيه، كاين اللي قال ليها 82، كاين اللي قال ليها 86، وكل واحد شنو قال ليها. قالت لي نصحيني اختي، انا من هذا الفيديو هذا كنقول لك اختي خلي هذيك السلسله ما تبيعيهاش، خليها، راه شحال ما بقات لك غادي تزاد لك في الثمن. الا كنتي غتبيعيها الا اللي كنتي واقفه عليها ولا واقفه على فلوس نيت، ولكن الا ما كنتيش واقفه عليها خليها حتى يتزاد الذهب ويتزاد في الاثمنه ويطلع. ديك الساعه بغيتي بيعيها ولا بدليها بشي حاجه اخرى بيعيها، حيت الا بعتيها بهذاك الثمن هذاك الذهبي غيعاود يزيد في الثمن نيت وغادي يبيعها لواحد اخر. يعني بحال عرفتي واحد السيده جاتني باع في الكومونتير قالت لي كان شرات واحد الخاتمه كنظن بشي 52 ولا 54، شراتها في 2000 في 2002 كنظن، ما نعرف، المهم ما عقلتش بالضبط، ولا المهم شي حاجه بحال 2000 لا عفوا في 2021 شراتها ب 54 غير في 2021. دابا جابت ليها 100,000، وهذه راه خاتومه ديال الزواج باش تعرفوا. وهادشي اللي كاين اخوتي. دابا ندخل معكم في الموضوع. المهم باش نتوما تشريو الذهب وتخبعوا فيه الفلوس ديالكم، غتحاولوا ملي تبغيو تشريو شي حاجه ديال الذهب غتحاولوا تبعدوا من شي حاجه سميتها الذهب موديل. هذاك الذهب موديل راه كتشريوه غالي، ولكن ملي كتبغيو تبيعوه راه ما كيجيبش لكم الثمن نهائيا. راه كاين محسن تشريو الذهب البلدي، البلدي الحر راه كيبقى، وما كاين محسن من الذهب البلدي الاصيل المغربي. وثاني حاجه هي ملي تبغيو تشريو الذهب، الناس اللي كيبغيو يخبعوا الفلوس ديالهم ما تشريوش الذهب فيه الحجر نهائيا. حاولوا تفاداو هذاك الحجر، تفاداو الذهب اللي فيه الحجر نهائيا. الذهب اللي فيه الحجر انت مثلا كتشري، مشيتي تشري الذهب، شريتي مثلا خاتومه
ياكو شريتو خاتومه فيها الحجر، شريتو مثلا ب 900 درهم للغرام، ولكن ملي غتشري الحجر واش هذيك الحجر اللي ملي غتشري هذيك الخاتومه فيها الحجر، واش نتي عارفه هذيك الخاتومه هذاك الحجر اللي فيها واش حقيقي ولا غير حجر عادي؟ يعني هنا راه كتقولبي، بالمعنى كتقولبي، راه بعض المرات كيكون الحجر اللي هو حجر عادي ماشي حجر حقيقي. وهنا ملي كتشري الخاتم كتشريه بالثمن، ولكن ملي كتبغي تبيعيه كتبغي الثمن ديالو كتبيعيه ناقص. ملي كتشريه كيحسبوا لك بثمن جديد وبثمن، ولكن ملي كتبغي تبيعيه كيقول لك فيه الحجر بزاف، ما غايجيبش لك، ولا جاب لك قدا وقدا، هنا كتصدمي. من الاحسن تشريو شي حاجه اللي ما فيهاش الحجر نهائيا. بحال دابا مثلا هاد الخاتومه شريته ولكن واخده قرار ما غنشريه بلا حجر، خديت خاتومه بلديه. انا واخا ما كنديرش الخاتومات بزاف ولكن خديته بلدي، واخا فيها هاد الحجره هذه ماشي مشكل، هذه يعني اي خاتومه فيها هاد الحجره، ولكن الاغلبيه هنا بلدي باش تعرفوا تفاداو الحاجه ديال اللي فيها الحجر. وكيف ما قلت لكم بغيتوا تخبعوا الفلوس ديالكم غتاخذوا، اما كتشريو الرادكو لما فيهش الحجر نهائيا، اولا كتشريو السبوله حتى هي تقدري تخبي فيها الفلوس ديالك. تقدري مثلا تشري عاوتاني دبالج بحال هكا عاوتاني دبالج ما فيهم لا حجر ما فيهم حتى شي حاجه. هانتم وهادو البنات والله العظيم شحال ما بقاو راه كيجيبوا لكم الفلوس، هادو تخبيهم يجيب لكم، يعني يتباعوا لكم بالثمن، ونفس الوقت راه زينه وخزينه. يعني تشريو مثلا بحال هكا سرتله حتى هي كتجي زوينه في اليدين، ونفس الوقت كتخبيو فيها الفلوس ديالكم. وتقدروا عاوتاني تشريو هذاك المسمار اللي خارجين دابا، تقدروا حتى هذاك تخبيو فيه الفلوس ديالكم، هذاك حتى هو كيكون مزيان. غير نتوما ملي تبغيو تشريو الذهب تختاروا شي ذهبيه اللي يكونوا معقولين وكيبيعوا الذهب الاصيل، ما يكونش مغشوش، ما يكونش عامر بهذاك اللي كنقولوا دابا النحاس، ما يكونش عامر بالنحاس. ضروري من تمشيو عند شي واحد يكون معروف وسمعته زوينه والناس واخدين عنده الذهب، يعني واخدين عنده، يعني يكون السيد معروف. راه كاين شي وحدين كيبيعوا الذهب مخلط بزاف بالنحاس، راه كاين بعد ما كيكون الذهب غير نحاس وكيكونوا مشلينو بالذهب. ضروري تردوا البال. المهم اخوتي عاوتاني ضروري الا بغيتو تخبيو عاوتاني الفلوس ديالكم تقدروا تشريو هذيك السبوله، تقدروا عاوتاني تشريو هذوك الدبيجات ديال المعرنوس حتى هما فنين كيجيو، ونفس الوقت تخبوا فيهم فليسات ديالكم، ونفس الوقت غادي تزاد لكم مع المده. وتقدروا عاوتاني تشريو اللويز حتى هو تقدروا تخبيو فيه الفلوس ديالكم. تقدروا تشريو هذوك اللويزات، تقدروا تشريو هذوك الحوالق ديال اللويز، ولكن يكون اللويز الحقيقي اللي تقدري من بعد تستافدي منه. ولكن كما قلت لكم ضروري تمشيو عند شي ذهبي اللي يكون معقول وما يقولبكمش وما يضحكش عليكم. ضروري وما تمشيوش بوحدكم، ضروري تمشيو شي 2 ناس او 3 ديال الناس، باش ملي كيكون شي غير واحد يقدر يغلب عليك في الهضره ويقدر مثلا يقولبك، باش تعرفوا هذه المعلومه عاوتاني. وتقدروا عاوتاني تشريو الدبليج ديال عصير الصابون. تقدروا تشريو داك الدبليج ديال عصير الصابون حتى هو تقدروا تخبوا فيه الفلوس ديالكم. هذاك حتى هو كتشريه غالي، ولكن مع المده راه كيطلع. تقدري مثلا الا شريتيه بمليون، الا مثلا دازت واحد المده اللي هي كثيره تقدر تبيعيه حتى ل2 المليون. باش تعرفوا حتى داك حجر الصابون حتى هو عصير الصابون حتى هو راه واعر، تقدروا تخبوا فيه الفلوس ديالكم. وتقدروا عاوتاني كما قلت لكم تشريو سرتله اللي هي سامبل وما فيها لا حجر لا حتى شي حاجه، وتخبوا فيها الفلوس ديالكم. المهم الحاجه ديال الحجر بعدوا منها نهائيا.
تقدروا تنشروا العصير الصابون ديال الدبليج، تقدروا تشريو حتى الخاتومه ديالو حتى هي فنه وتخبئوا فيها فلوس كيف ما قلت لكم الرادكو. المهم اي حاجه اللي ما فيهاش الحجر تقدروا تشريوها بعينكم مغمضين. غير حاولوا تمشيو عند شي ذهبي اللي يكون ما كيغش، الذهب يكون عنده حقيقي، والذهب اللي هو يكون حر. وهذا خوتي هو الفيديو ديالنا. بسلام عليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. ومهم جميع النصائح اي حاجه غنبقى نشاركها معكم، وغادي نبقى نشارك معكم حتى كيفاش تغتاصلوا، كيفاش تجمعوا وديروا الدوائر الزمان، واي حاجه ان شاء الله غادي يبقاو يجيكم فيديوهات، لكن غير الجديد.